بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده خاص يا جماعة لكبار السن. كبار السن أحيانا بيبقى عندهم مشكلة في التحكم في التبول أو التحكم في التبرز. طيب التحكم في التبول أولا طبعا في حاجة فسيولوجية مع الكبر في السن بيبقى في ضعف أو أثينيا أو ضعف في العضلات كلها بتاعت الجسم، وبالتالي اللي بيتحكم في البول او في البراز دي عضله، وفي عضله بتضعف نسبيا. لكن ايه الاهم الاسباب الاضافيه لضعف العضله او عدم التحكم يبقى شديد؟ طبعا في الرجاله في العضله التحكم في البول بالذات التهابات البروستاتا. التهابات البروستاتا بتعمل يعني سرعة في التبول من أقل شوية بول، وتعمل اللي هي الفريكونسي أو إن أنا عايز أتبول كل 5 دقايق، كل 10 دقايق، كل ربع ساعة، برغم إن هو ما عندوش لا سكر ولا أي أمراض تانية أو التهابات في مجرى البول تعمل له كده. في الستات الولادة الطبيعية الكتيرة، الولادة الطبيعية الكتيرة اكتشف اللي بيعمل الولد الطبيعي أكتر من 3 مرات، أما بيكبر في السن بيبدأ يبقى في ضعف في التحكم في البول. وده الخياطة طبعا الموضوعية والفتح والحزق والكلام ده بيضعف من العضلة دي، خاصة لو هي والدة أكتر من 3 مرات طبيعي. فالولادة القيصري رغم مساوئها بتقلل الموضوع ده. طيب في بقى التحكم في البراز للناحيتين بيزيد مع اللي عنده شرخ أو ناسور وعمل عملية جراحية للموضوعين دول. العملية نفسها البروسيجر أو التكنيك بتاعها هو بيفتح العضلة دي، فبيبقى فيه عدم تحكم إلى حد كبير في الريح، ولو قررت العملية بيبقى كمان بتوصل لعدم التحكم في البراز لو قررت أكتر من مرة في نفس الشخص. يعني دي أهم الأسباب اللي بتخلي الناس الكبار بتوعنا بيزيد جدا عدم التحكم في البول أو في الريح أو في البراز مع كبر السن. نتمنى للجميع صحة جيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.